الحمد لله على نعمة المقاومة. ليش؟ تعال شوف حالنا في غزة كيف. الحمد لله احنا في غزة بنقدر نروح نصلي في أي مسجد، بنقدر ننام آمنين في أي بيت، بنقدر نعمل اللي بدنا إياه. الحمد لله بنروح من غزة على خانونس، من خانونس على رفح، من الدير لبيت حنون، وين ما بدنا بنتنقل. فيش عنا حاجز وحاجز وحاجز، ما عندناش شغل الحواجز، كله بفضل الله ثم بفضل المقاومة. تعالوا نشوف أهلنا في الضفة كيف عايشين. بين كل حاجز وحاجز 1000 حاجز، ما بيقدروا يتنقلوا من مدينة لمدينة، بيقعدوا بالأيام وبيتنقلوا، مش باخدين راحتهم. حتى الصلاة يا جماعة الخير ما بيقدروا يصلوا زي الناس، ما بياخدوا راحتهم. اليوم كل شوية اقتحامات في المسجد الأقصى أو في عدة مساجد وفي البيوت بيخشوا على بيوت، أي وقت بدهم واحد بيجوا بيخشوا عليه بياخذوه من قلب بيته. الوضع صعب كثير هناك، فعشان هيك احنا في غزة بنقول الحمد لله على نعمة المقاومة. الحمد لله على نعمة المقاومة. ما بدي أي واحد يجي يزود على أهل الضفة ويقول ليش أهل الضفة ما ينتفضوا، بالذات يكون من أهل غزة. أهل الضفة يا جماعة الخير مش قادرين ينتفضوا، كل ما بدهم يجوا ينتفضوا احنا منا فينا بنروح نعتقلهم قبل ما ينتفضوا. ايش بقهر؟ كيف بدك أهل الضفة يشتغلوا؟ كيف بدك إياهم يقاوموا؟ وأي واحد يفكر في المقاومة بيجي بنعتقله احنا قبل اللي يقول بنعتقله. كيف أهل الضفة بدهم ينتفضوا؟ ما بدي حد يزعل منا، هذه الحقيقة المرة اللي احنا بنواجهها في الضفة. شبابنا بتعتقل، الشباب بياخذون من بيوتهم، بنساعد اليهود عشان ايش بنساعد اليهود؟ عشان ايش؟ عشان اولادنا نسيبهم على راحتهم، يا اخي مش قادر يجيب حقهم، سيبهم ياخذوا حقهم بايدهم وتعتقلهم كمان. هذه كلمة حق بقولها على رقبتي كمان، زي ما قلت وانا احنا في غزة، وقلت الفيديو اللي قبل قلت عن غزة فيه بدك عن الضفة. ونزعل مش قادرين تحموا طفل رضيع، سيبوا الناس تحميه. أكم 1000 واحد عسكري في الضفة موجود، ما قدرتوش تحموهم، خلي الشعب هو اللي ينقفل. الضفة موجود، ما قدرتوش تحموهم، خلي الشعب هو اللي ينقفل. يعني اليوم حرقوا الرضيع، بكره بيجي ابنك، اخوك، ابن اخوك، كله بيروح. احنا بدنا نخوفهم بدل ما هم يخافونا، احنا بدنا نحرقهم قبل ما يحرقونا، بدنا نعيشهم في رعب. بدناش احنا نعيش في رعب، احنا بدنا نعيشهم في رعب، بدنا نخوفهم. هذول اليهود بيموتوا من الخوف. اذا طلعنا في سلام معاهم سلام كاذب على الفاضي. لازم احنا نرعب اليهود. بدك تحرق، بدك تدهس، بدك تطعن. بالنسبة للمرابطات في المسجد الأقصى، المرابطات في المسجد الأقصى أشرف مني ومنك ومن أي واحد بيفكر يسيء للضفة أو لأي حد بيقاوم في الضفة. زمان لما كان يصير أي اقتحام للمسجد الأقصى أو أي تدنيس للمسجد الأقصى كانت تقوم الدنيا ما تقعدش. مظاهرات في العرب، في البلدان العرب، عندنا في فلسطين، في قطاع غزة، في الضفة، في الشتات، كله كان حرب دامية. كانت حرب دامية عشان خاطر تدنيس المسجد الأقصى. الآن ايش صار في العرب؟ ايش صار يا فلسطينية؟ ايش صار يا مسلمين؟ ايش صار لكم يا مسلمين؟ ايش صار لكم يا مسلمين؟ المسجد الأقصى بيدنس كل يوم وانتوا ولا على بالكم. وين اخوتكم العربية؟ وين ضميركم؟ ما فيش أي تحريك ساكن. ليش هيك؟ ايش صار لكم؟ بدي أعرف ايش صار لكم؟ يعني زمان كانوا بيطلعوا بيستنكروا بيعلوا صوتهم، الآن حتى الاستنكار يعني مش سامعينه، ما فيش استنكار زي الناس، كله نايم ولا على بالهم أي حاجة، فيش على بالهم ولا أي شيء. بالنسبة لرؤسائنا العرب والقادة العرب منورين، والله منورين. أول حاجة لما يكون الجاني مسلم وبقتل في ناس يهود كفار نصارى، واحد نعتبره شاذ منا، إسلامنا بحسش على هيك على القتل، لكن واحد شاذ منا راح قتل ناس أجانب، بتقوم قيمتكم وبتقعدش، بتطلعوا مظاهرات، بتطلعوا استنكارات، بتجتمعوا، بتعملوا شغل.
اعلامكم كله بيتحرك. طب والجاني لما يكون يهودي اسرائيلي على طفل رضيع قتلوه يعني امه تستنى يقول له يا ماما، يعني يا ماما لا تسمع كلمه يا ماما منه، تستناه يكبر. راحوا قتلوه بدم بارد، حرقوه حرق. عارف كان حرقوه حرق يا مسلمين، حرقوه حرق يا مسلمين، حرقوه. احنا فلسطينية مش ضفاء وغزاوي، مش شمال وجنوب، مش غربية وجنوبية، مش حماس وفتح، مش مهاجر ومواطن، مش فلاح وبدوي. احنا فلسطينية يا جماعة الخير، احنا فلسطينية. من وين المسميات هذه جبتوها؟ الواحد مش قادر يحكي، اقسم بالله الواحد ما هو قادر يحكي. المسميات هذه من وين جبتوها؟ احنا فلسطينية، ارحمونا احنا فلسطينية. هذه المسميات كلها هي اللي فرقتنا، هي اللي ضيعتنا. بطلب منكم طلب صغير بس تتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا. بطلب منكم طلب صغير بس تتقوا الله فينا. صحي قلوب الناس، صحي بها النخوة، اصرخ